من اخطاء التفكير برضو المنتشرة الفترة الاخيرة خطأ اسمه القفز الى الاستنتاجات، وببساطة ان انت بتحكم حكم مبدئي على المواقف والاشخاص اللي في حياتك، سواء انت تعاملت معاهم او ما تعاملتش، سواء الحدث ده حصل او ما حصلش. انت دايما عندك قفز الى الاستنتاجات، دايما بتشوف الحاجة قبل ما تبتدي، ودايما بيكون النظرة نظرة سلبية. وهو ببساطة بينقسم لحاجتين، حاجة اسمها القفز للنتائج وحاجة اسمها قراءة الافكار. القفز للنتائج دي للتعامل مع المواقف، انا عندي انترفيو فانا هترفض، طب ليه يا عم هتترفض؟ معرفش، هو انا هترفض وخلاص. النهارده انا مسافر اروح مثلا اصيف، لا ايه ده الموج هيبقى عالي، طب انت تعرف الموج عالي ولا لا؟ لا معرفش. هو دايما قفز للاستنتاجات ان الحاجه دي تبقى سلبيه وحاجه سيئه. طيب في قراءه الافكار، لا انا بتعامل مع الاشخاص، انا بعت لك رساله ما ردتش عليا، انت بتكرهني، طب ليه انا هكرهك؟ معرفش، هو بيكرهني وخلاص. احنا بنتكلم دلوقتي انا وانت، فانا شايف ان انت مش بتحبني، طب ليه؟ وانا بتكلم باسلوب وحش؟ معرفش، هو انا شايف ان انت مش بتحبني وخلاص. فدايما بتحكم وتقول نتائج بدون اي اسباب او ادله كفايه، وده مشكلته انه بيعلي عندك التوتر والقلق، وممكن يسبب لك انك تبدا يبقى عندك اضطرابات شخصيه او تدخل في امراض نفسيه. وهرجع اقول لك ان علاج الاخطاء التفكير بيكون بسيط، لانك بتشتغل بالعلاج المعرفي السلوكي، واحنا هنا في مساحه نفسيه بنقدم جلسات تساعدك تعدل من اخطاء التفكير دي. فلو انت عندك اي مشكلة تقدر تسيبها لنا في الكومنتات او تبعتها لنا على رسائل الصفحة.